3 2 1. وما إن أخذت بوادر استقلال المغرب تلوح في الأفق حتى تقدمت فرنسا بعرض إلى المغرب تقترح عليه إرجاع ما اقتطعته من ترابه وألحقته بالأراضي الجزائرية مقابل تخليه عن الثورة الجزائرية. رفض الملك محمد الخامس العرض والمقترحات الفرنسية، وفضل التفاهم مع قادة الثورة الجزائرية على أساس تعهد خطي موقع من طرف السيد فرحات عباس بوصفه رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. ومما جاء في هذا التعهد إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها. بالنسبة للوثائق المتعلقة بقضية الصحراء هي متوفرة جدا 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 في المغرب، وحينما أقول الصحراء أعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا. علاش التاريخ؟ علاش هنا علاش التاريخ كنحتاجوه في هذه المسألة؟ لأن الكبرانات كيعرفوا مزيان بأنه لا يمكنهم الدفاع على الصحراء الشرقية، ويقول لك بأنها ماشي يبغيو ينفيوا هذه المسألة ويقول لك راه جزائرية. ما يمكنش لهم يدافعوا التاريخ كله مع المغرب. موضوع عادي جدا، لأنه دستور المغرب بيتكلم عن الحدود الحقة. في حاجة في المغرب في دستورها اسمها الحدود الحقة، وهي الحدود التاريخية للمغرب. مدير هذه الوثائق الملكية اللي خرجت وقالت لك راه عندنا وثائق، البعض منها مغربي، وثائق مغربية وأخرى من بلاد أوروبية، كتبين لك بالوضوح وبدون لف ولا دوران وبالدليل بالخرائط وثائق ورسومات وحتى بيعات اللي كتدل على أن الصحراء الشرقية تاريخيا أرض مغربية محتلة اليوم من طرف الجزائر. المغرب الدولة المروك دولة تأسست منذ قريب 7-8 قرون، وهي نفس الحكام نفس النظام، سميه دوك انت الملكية، سميه المخزن، سميه يعني إمارة كما تحب، لكن دولة مستقرة مستمرة منذ ماشي ما تبدل فيها. حينما أقول الوثائق المتعلقة بالصحراء ليست الوثائق فقط المراسلات أو الضهائر أو البيعات، هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه من رصيد المعزوزي الذي كان متكلفا بهذا الأمر. هنالك ومن بعد الدول الأخرى أيضا شهد شاهد من أهلها. فرنسا منذ 1830 وهي تقتطع أطرافا من شرق المغرب وضمها إلى ما كانت تعتبره جزائر فرنسية خالدة. التاريخ عندنا فيه الوثائق، والوثائق شنو فيها؟ فيها البيعات ديال السلاطين، فيها الرسائل ديال السلاطين المجموعة ديال القيادات المغربية اللي كانت تما، فيها الطرق التجارية اللي كانت، فيها الأسماء ديال التجار، فيها الأسماء ديال القبائل اللي كانت، وأكثر من هذا فيها وثائق ديال الموثقين الفرنسيين اللي وثقوها الناس ديالنا هنا اللي كاين في الصحراء الشرقية المغربية. وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء. في وثيقة مغربية تم العثور عليها في الأرشيف الوطني الفرنسي، وهي بروتوكول اتفاق بين حكومة جلالة ملك المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة، ويتلخص فيه: الحكومة المغربية تدعم الشعب الجزائري في حربه من أجل الاستقلال، وتقف إلى جانب الحكومة المؤقتة في مفاوضاتها مع فرنسا، وتعارض بشدة أي محاولات لتجزئة الأراضي الجزائرية. الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تقر بأن مسألة الحدود التي قامت فرنسا بترسيمها مع المغرب سيتم حلها من خلال مفاوضات تجمع حكومة المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة. وقع على هذا الاتفاق جلالة الملك حسن الثاني ملك المغرب، وعن الحكومة الجزائرية سعادة فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة بتاريخ 6 من يوليو تموز عام 1961. مع أن الملك محمد الخامس الله يرحمه رفض ترسيم الحدود مع فرنسا،
قال لهم انتوا استعمار، توكلوا على الله وانا هرسم الحدود مع الاخوه. جم بعد كده رفضوا وقالوا له ما هو كده احنا كده، وحصلت المشاكل بعد ذلك بتاسيس جبهه البوليزاريو سنه 1975 وطلقها على المغرب لشغله في قضيه ونزاع استمر ل 47 سنه 48 سنه، نزاع مفتعل بسبب صرفهم عن الصحراء الشرقيه. إن المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني والملك محمد الخامس كانت تنص على أن يتم تعليق قضية الحدود حتى تحصل الجزائر على الاستقلال. شنو كيقول برنار لوغون؟ قال لك 40 سنة بعد دخول فرنسا للجزائر، يعني عام 1870 اشنو دارت ماما فرنسا؟ اش دارت؟ شدات أراضي ديال المملكة المغربية وضماتها لما يسمى بالجزائر الفرنسية. هذه الخريطة هي الخريطة الحالية بين البلدين، رسمتها فرنسا بعد استقلال الجزائر عام 1962. احنا تمحينا، احنا الاستعمار جاء بشكل من كولونيزاسيون دو بوبلومون، يعني جاو مليون فرنسي اسباني برتغالي وايطالي ولا استيطاني جاو هنا، وحنا حطونا على الهامش، رماونا للجبال والصحاري، هما داو المدن وبناو المدن هما اللي بناوهم ماشي احنا بنيناهم. فهذا المؤرخ تيقول لك اودي راه الصحراء الشرقيه راه اراضي مغربيه ضمتها فرنسا للجزائر سنه 1870، وفي الحقيقه فرنسا من ضمات ديك الاراضي راه ما كانش في الذهن ديالها كتضمهم للجزائر، كتضمهم ليها الجزائر الفرنسيه. اتحدى اي باحث في الجزائر يخرج ويعطيني في ميثاق الامم المتحده شي حاجه سميتها مبدا الحدود المورد على الاستعمار، ما كاينش. تاريخيه الحدود لو محكمه العدل الدوليه اكدت على ذلك وقبلت وجهه النظر المغربيه، تعرف ماذا يعني ذلك الجزائر؟ يعني شيء واحد، ان الجزائر تاريخيا تندوف وغير راهي الثلاثينات كانت تابعه للمغرب. تاريخيا تعني ان الجزائر تصبح بدون حدود مع دول الساحل، وبالتالي احنا نفقد اهم عنصر من عناصر التراث الوطني الجزائري. لذلك القضيه تطرح في قضيه تسميه الاستعمار، اي حق تقرير المصير، وهذا ما يعني تسميه الاستعمار، حق تقرير المصير وعدم تغيير الحدود الموروثه على الاستعمار. لا حق تقرير المصير بمعنى على نفس الحدود اللي انت موجود فيها. احنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين، نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زادن بلا كواغت كما الهجره الغير الشرعيه، احنا عباره على هجره غير شرعية في التاريخ، زاد من هكذا كبر. أن الصحراء الشرقية هي محور الخلاف المغربي الجزائري. المغاربة يقولون أن فرنسا هي التي اقتطعت هذه المناطق مثل تندوف، إدرار وبشار وأعطتها للجزائر بعد الاستقلال، وأن الجزائر تثير دائما مسألة الصحراء الغربية للتغطية على مسألة الصحراء الشرقية. mémoire collective et les mémoires historiques. Car l'histoire, le parcours historique du Maroc, par exemple, qui a un État qui subsiste dans sa continuité depuis 789, l'arrivée des Idrissides au pouvoir au Maroc, jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil État du monde. Alors qu'à côté, l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'État. Il y a eu des États éphémères sur le territoire algérien, qui ont duré peu de temps, et puis il y a des dynasties qui succèdent, etc. On ne peut pas désigner un État avec la continuité que nous avons au Maroc. يقول المغاربة أن ما يسمونها بالصحراء الشرقية غنية بالنفط والغاز والحديد ومن حقهم الاستفادة منها. يستدل بعض المغاربة مثلا في ذلك بحقهم في الصحراء الشرقية بالمراجع الفرنسية القديمة التي كانت تسمي الصحراء الشرقية والغربية والمغرب وحتى موريتانيا بالصحراء المغربية الكبرى، لذا يرغبون في استعادة الحدود الجنوبية حتى ربما هنا في هذه المنطقة نهر السنغال. الدولة الغير المستقرة في تاريخها لتاريخها القديم غير واضح، ومستقبلها يعني ماشي واضح، يعني صومبر اوبسكور، يعني مظلم، يعني فيه ظلام. رؤيتنا لمستقبلنا يعني تخوف، مخيفة، وحنا الجزائريين شاعرين بها. احنا حاضرنا هو إعادة معيشة الماضي. احنا الجزائريين مؤلفين بالهبال هذا وعايشين في الهبال هذا، كأننا يعني
في دار المخلين عقليا، انا زيل دو فو، يوريونا باللي مستقبلنا هو ماضينا. هذا الشعب مهبول، هذا الشعب يعني راهو يشوف الماضي، ما عندوش مستقبل، ما عندوش صور حول المستقبل يعطيها لنا نشوفوها، او حول الحاضر. هل لدينا مشروع مجتمع؟ لا.